السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا طلاب الصف الرابع الابتدائي. معاكم السوسن معلمة مادة الدراسات الاجتماعية. هنذاكر مع بعض يا حبايبي منهج الدراسات بطريقة سهلة وبسيطة جدا، لأن طبعا كلنا عارفين إن مادة الدراسات دي مادة جديدة أول مرة تتعرفوا عليها، فاحنا هنسهل الموضوع جدا جدا علشان تقدروا إن انتوا تفهموا قبل ما تحفظوا. فشعارنا هيكون إيه؟ نفهم قبل ما نحفظ. ليه نفهم؟ لأن لو فهمنا الكلام بيقول ايه ومعناه ايه وقدر يوصل لدماغكم بطريقة بسيطة، هتقدروا تحفظوا اي كلام في الدنيا، مش في مادة الدراسات بس. فاحنا شعارنا نفهم قبل ما نحفظ. يلا بينا بقى نبدأ كده معانا اول درس في منهج الدراسات الاجتماعية، وبيتكلم عن ادوات تحديد المواقع. اول حاجة بقى لازم نعرفها النهاردة ونفهمها هو عنوان الدرس. طبعا ازاي هنشرح درس من غير ما نعرف معنى عنوان الدرس؟ يعني ايه يا مس ادوات تحديد المواقع؟ يعني ادوات تحديد الاماكن. يعني انا لما احب اعرف مكان على سطح الارض، عايز اعرف المكان ده فين وهمشي ازاي لما احب اروحه. طبعا هحتاج حاجة توصلني للمكان ده، هي بقى الادوات اللي بتساعدني. يبقى الادوات دي الحاجات اللي بتساعدني علشان اوصل للاماكن، ما هي المواقع هي الاماكن. يبقى يعني ايه ادوات تحديد المواقع؟ يعني الحاجات اللي انا بستخدمها علشان احدد الاماكن اللي انا عايز اشوفها على الارض. كده عرفنا يعني ايه ادوات تحديد المواقع. ندخل بقى في أول حاجة من الأدوات دي اللي بتساعدني في دراسة سطح الأرض، وهي الخريطة. يبقى أول حاجة هتقابلني في الدراسات هي الإيه؟ الخريطة، لأن هي أساس أي مكان على الأرض. أي مكان عايز أقدر أروحه وأشوفه على الأرض هوصل لمين الأول؟ للخريطة، علشان هي اللي هتوصلني لأي مكان على سطح الأرض. قبل ما اعرف الخريطة بتقول ايه لازم احفظ وافهم يعني ايه خريطة. اول حاجة الخريطة هي رسم لسطح الارض. رسم الايه؟ لسطح الارض. يعني ايه بقى رسم؟ يعني لو انتوا بصيتوا على الخريطة اللي تحت دي، اللي قدامكم ده المربع اللي قدامكم فيه خطوط والوان ورسومات، ده اسمه خريطة. الخريطة دي طبعا اللي قدامكم هي خريطة مصر. طيب الخريطة لو احنا بصينا عليها هنشوف فيها ايه؟ حد يقول لي كده؟ برافو عليكم، احنا شايفين هنا الوان، وكمان شايفين خطوط، وكمان شايفين دواير. دواير هنا تحت، وكمان شايفين ايه؟ مربعات، وشايفين حاجات كتير جدا، وخطوط واقفة وخطوط نايمة كده، وشايفين حاجات كتيرة جدا على الخريطة. هي الحاجات دي بقى اللي هي رسمة، الحاجات دي مرسومة. الحاجات دي مرسومة علشان توضح لي المكان اللي انت عايزه هتشوفه ازاي او هتعرف توصله ازاي. يبقى لو انت بصيت على الخريطة هتلاقي الرسومات، صح؟ يبقى الخريطة هي رسم. طب رسم لمين؟ هي الخريطة دي فيها مين؟ مش فيها اماكن؟ والاماكن دي جزء من الارض، يبقى رسم لسطح الارض، بيعرفني عن شيء عن الارض، يبقى رسم لسطح الارض. طيب باستخدام ايه؟ باستخدام مجموعة من الرموز والالوان ومقياس رسم محدد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ كلام سهل جدا بس لو فهمته. نفهم ايه بقى؟ نفهم ان الخريطة اللي قدامنا دي اللي هي الرسومات دي فيها 3 حاجات، جواها رموز اللي هي الالوان والدوائر اللي شفناها من شوية، وجواها الوان زي اللون الازرق اللي قدامكم ده واللون الاصفر والوان تانية هنتعرف عليها بعدين، وجواها مقياس رسم زي اللي هو ايه؟ تحت باللون الايه؟ الاسود اللي هو الخط اللي تحت ده، وكل برضو ده هنعرفه بشكل بسيط بعد شوية. المهم دلوقتي نعرف ان الخريطة فيها 3 اشياء او 3 حاجات رئيسيين، هي الرموز والالوان ومقياس رسم محدد. طب هو ليه يا مس حاطط لنا رموز وحاطط لنا الوان ومقياس رسم وكل الكلام ده على الخريطة؟ علشان اقدر اوصل للمكان بشكل اسهل، يعني الحاجات دي بتسهل لي المذاكرة او الوصول للمكان على الايه؟ الخريطة. يبقى دلوقتي اول حاجة لازم افهم يعني ايه خريطة، وفهمنا. تاني حاجة بقى نحفظ مع بعض ما المقصود بالخريطة. يبقى اول سؤال هيواجهني وبيجي في الاسئلة كتيرة جدا، عرف لي يعني ايه خريطة. هتقول له ايه؟ رسم توضيحي لسطح الارض باستخدام مجموعة من الرموز والالوان ومقياس رسم محدد.
كده فهمنا وحفظنا يعني ايه خريطة. نيجي بقى للعناصر الأساسية في الخريطة، يعني الحاجات اللي أنا لسه قايلة بتسهل لي مذاكرة الخريطة. زي ايه؟ زي وردة البوصلة، احفظ بقى معايا. وعندي هنا تحت خطوط الطول، وعندي دوائر العرض، وعندي عنوان الخريطة، وعندي مقياس الرسم، وعندي مفتاح الخريطة. يبقى أنا عندي كده كام عنصر من عناصر الخريطة. وقلنا عنصر يعني الحاجات اللي احنا بنذاكر بيها أو من خلالها الخريطة. يعني وردة البوصلة ادي كده رقم 1، 2 خطوط الطول، 3 دوائر العرض، 4 عنوان الخريطة، 5 مقياس الرسم، 6 مفتاح الخريطة. 6 عناصر. يبقى لو قالك ايه هي العناصر الأساسية للخريطة هتقوله ال6 عناصر وتحفظهم. نحفظهم بعدين نفهمهم. وردة البوصلة، خطوط الطول، دوائر العرض، عنوان الخريطة، مقياس الرسم، مفتاح الخريطة. نفهم بقى واحدة واحدة يعني ايه كل عنصر من دول. نبدأ بوردة البوصلة. ووردة البوصلة أول ما نبص عليها هنقول إن إحنا شفناها فين قبل كده. اللي شاف معانا الكورس وذاكروا معانا كورس الدراسات في الأجازة هيعرف إحنا بنتكلم عن إيه. طبعا الشكل اللي قدامكم ده اللي هو بنسميه وردة البوصلة. لو انتوا شفتوا كده هتشوفوا الشكل ده عبارة عن ايه. شكل الوردة خدناه قبل كده لما اتكلمنا عن الاتجاهات الأصلية والفرعية. نفتكر مع بعض كده. ادي وردة البوصلة اللي ذاكرناها في كورس الدراسات، وهنا بشكل اكبر شوية علشان نقدر نستوعب الموضوع اكتر شوية. طيب الشكل ده هو عبارة عن خطوط فيها أسهم كده بس عامل شكل الوردة. بيعرفنا ايه بقى الشكل ده؟ بيعرفنا الاتجاهات، يعني احنا هنمشي ازاي، وكل مكان له اسم او اتجاه. يعني مثلا على الخريطة لو انا حبيت اطلع فوق في اخر الخريطة من فوق واقول المكان ده فين، هقول المكان ده شمال. اتجاهه ايه؟ في الشمال يعني فوق. طب لو انا نزلت تحت في الخريطة هقول انا ماشية كده جنوب، مش هقول تحت بقى. احنا كده بنغير المسميات، يعني بدل ما نقول احنا فوق هنقول احنا شمال، بدل ما نقول تحت هنقول جنوب. طب لو انا مشيت كده على ايدي اليمين مش بقول يمين بقى، بقول شرق. طب لو انا مشيت على ايدي الشمال مش بقول شمال، بقول غرب. يبقى احنا ما الا ان احنا بنغير الاسم اللي احنا عارفينه. كلنا عارفين ان ده فوق لا هنقول شمال، وده تحت لا هنقول جنوب. طب ده ايدي اليمين هنقول شرق، وده ايدي الشمال هنقول غرب. طب الاربعة اللي احنا قلناهم دول اسمهم ايه؟ اسمهم الاتجاهات الاصلية. يبقى اول ما يقولك قولي يعني ايه اتجاهات اصلية، يعني شمال وجنوب وشرق وغرب. طيب ايه الاربعة التانيين اللي في النص دول؟ دول الاتجاهات بقى الفرعية. يعني ايه فرعية؟ يعني هو احنا كل ما بنروح مكان بيبقى يا شمال بس يا شرق بس؟ ما ينفعش حد كده يقف في النص ويقول انا فين. ها؟ طبعا اكيد في اماكن في النص ما بين الشمال وما بين الشرق، اكيد هيبقى ليها اتجاه برضو. اسمها ايه بقى؟ اسمها شمال شرق. يبقى لو انا وقفت هنا في النص ما بين الشمال وما بين الشرق يبقى الاتجاه نفس الاسم شمال شرق. باخد من هنا ومن هنا واكتب الاسم شمال شرق. طب لو انا بقى المكان اللي انا عايزاه هنا ما بين الشرق وما بين الجنوب، ابدأ بقى من تحت هنا واقول جنوب شرق. طب لو المكان اللي انا عايزه اعرفه هنا ما بين الجنوب والغرب يبقى من اسمه، مش هنجيب حاجة جديدة يعني، جنوب غرب. طب لو انا واقف هنا يبقى شمال غرب. دي كده الاتجاهات الفرعية، يعني اللي ما بين الاتجاهات الأصلية وما بين بعضها. يبقى لو المكان اللي أنا عايزة أحدده ما بين الشمال والشرق يبقى شمال شرق، ما بين الشمال والغرب يبقى شمال غرب، ما بين الجنوب والشرق يبقى جنوب شرق، ما بين الجنوب والشرق عفوا يبقى جنوب ايه شرق، ما بين الجنوب والغرب يبقى جنوب ايه غرب. كده الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. طب هما الاتجاهات الأصلية والفرعية اسمهم ايه على بعضهم؟ اسمهم وردة البوصلة، لأن هي مدية شكل الوردة، شكل الايه؟ الوردة. يبقى أول ما يكلمك عن أول عنصر في الخريطة هتقوله وردة البوصلة.
مش مهم تحددوا بالاول والتاني، انا قصدي يعني ان احنا اول حاجة عرفناها النهاردة في العناصر هو وردة البوصلة. واول ما اقول وردة البوصلة اعرف حاجتين، اعرف الاتجاهات الاصلية والاتجاهات الفرعية. لو قلت الاتجاهات الاصلية هقول الاربعة الاساسيين، شمال وجنوب وشرق وغرب. طب الاتجاهات الفرعية هقول بقى اللي جواهم، نبدأ بقى كده من فوق عشان يبقوا سهلين، شمال شرق وشمال غرب، جنوب شرق وجنوب غرب. كده الاتجاهات الأصلية والفرعية اللي هي أول عنصر وردة البوصلة. تاني عنصر معانا بقى هو اسمه خطوط الطول، وهو من اسمه طول يعني خطوط بالطول، مش هنجيب حاجة جديدة برضو، كلام سهل جدا. خطوط الطول عبارة عن خطوط بالطول. طيب هو الأرض فيها خطوط كده يا مس؟ طبعا لا، لأن دي عبارة عن خريطة بنذاكر عليها الأرض، لكن الأرض في حقيقتها مش فيها خطوط ولا فيها ايه دوائر زي الدوائر اللي هنقول عليها بعد شوية، لكن دي بتكون حاجات مرسومة على الخريطة علشان تسهل لي دراسة المكان بس مش أكتر. يعني مثلا حاطين لنا العلماء خطوط الطول اللي واقفة في الخريطة دي علشان يقسموا الكرة الأرضية أو المكان اللي احنا عايزين ندرسه شوية، يعني ما يكونش كل المكان ده هنذاكره على بعضه ونعرف عنه معلومات كده على بعضه، لكن لما نقسمه لخطوط كده وكل جزء منفصل عن بعضه هنعرف ندرسه بشكل أسهل وأبسط. يبقى خطوط الطول عبارة عن خطوط واقفة يعني رأسية بالطول، بتقسم لي الكرة الأرضية أو سطح الأرض علشان أقدر أذاكره أو أدرسه بشكل أسهل. طيب نيجي بقى لتالت عنصر وهو دوائر العرض، شبه خطوط الطول لكن نايمة، بنسميها بقى أفقية. بنسميها ايه؟ أفقية. يبقى دوائر العرض بقى هنا مش دوائر، هي عبارة عن خطوط بس بنسميها دوائر، لكن هي عرضية يعني ماشية بالعرض مش بالطول، يعني أفقية مش رأسية. نفس الكلام، بتقسم الكرة الأرضية لكن بالعرض لأجزاء بقى علشان تقدر تدرس الشكل ده أو الجزء ده لوحده وتذاكر الجزء ده لوحده، فبتقسم لي وتسهل لي دراسة سطح الأرض. نفهم بس الكلام ده واحدة واحدة، وبعد شوية هنحفظ بقى ونقول احنا هنحفظ ايه في العناصر دي. طيب رابع عنصر معانا هو عنوان الخريطة. هو في مكان ملوش عنوان؟ طبعا اكيد البلد اللي انت عايش فيها ليها اسم اللي هو العنوان بتاعها. طيب اكيد الشارع اللي انت عايش فيه ليه حاجة بتميزه او علامة بتعلمه، هو ده عنوان المكان طبعا. طيب اكيد مثلا الكتاب اللي انت بتقراه ليه عنوان. كل مكان في الدنيا ليه عنوان علشان اعرف هو بيتكلم عن ايه او المكان ده بيقول ايه. فالخريطة هنا ليها عنوان، اي خريطة ليها عنوان، لان الخريطة اللي هتشوفها في حياتك مش خريطة او في الدراسات مش خريطة واحدة. ممكن يبقى قدامك خريطة لدولة واحدة زي دولة مصر، خريطة للعالم كله أو الكرة الأرضية كلها، وممكن يكون في خريطة كمان لمدينة صغيرة أو خريطة لشارع. يبقى أنا أقدر أرسم خريطة لأي جزء مش شرط كل. العنصر اللي بعد كده بقى يا حبايبي من العناصر الأساسية للخريطة هو مقياس الرسم. يعني إيه مقياس الرسم؟ يعني مقياس يعني بقيس المسافة اللي ما بين مكان والتاني. طب فين مقياس الرسم على الخريطة؟ هو الشريط اللي تحت ده اللي موجود عليه الأرقام الموجودة دي. طيب مقياس الرسم ده بيعمل ايه؟ بيقيس المسافة. بيقيس الايه؟ المسافة. يعني ايه بقى المسافة؟ طبعا احنا دلوقتي لو بصينا على الخريطة هنلاقي اماكن ومحافظات كتير. نيجي على سبيل المثال مثلا هنا عندنا محافظة اسمها محافظة أسوان، وعندنا محافظة هنا فوقيها اسمها محافظة الأقصر. لو انا مثلا من أسوان وحبيت اسافر واروح الأقصر، بصوا كده على المسافة ما بين أسوان والأقصر على الخريطة، هتلاقوها على الخريطة حوالي كده ادي سنتي 2 سنتي، حوالي 2 سنتي. هو انا في الحقيقة يا حبايبي لما احب اسافر من أسوان واروح الأقصر همشي 2 سنتي؟ يعني همشي خطوة او خطوتين واوصل؟ لا طبعا،
دي مش مسافة حقيقية، دي مجرد مسافة مرسومة على الخريطة. طب انا اعرف المسافة الحقيقية قد ايه منين؟ من بقى مقياس الرسم، بيقيس المسافة هنا على الخريطة ويقول لي هي قد ايه بقى على الطبيعة في الحقيقة يعني. يبقى مقياس الرسم ده بيفيدني في ايه؟ في انه بيعرفني المسافة الحقيقية ما بين المكان والتاني. يبقى كده مقياس الرسم له أهمية كبيرة وعنصر مهم من عناصر الخريطة. طيب العنصر اللي بعد كده هو مفتاح الخريطة، وهو الشكل اللي قدامك ده اللي هو المستطيل اللي قدامك عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأماكن اللي موجودة على الخريطة، وقدام كل مكان دايرة أو خط أو لون أو شكل. الخطوط والرموز والأشكال والألوان اللي جوه المستطيل ده هي عبارة عن مفتاح الخريطة اللي بيفكلي أو بيفتح لي أي مكان على الخريطة وبيعرفوني. يعني مثلا أنا لو بصيت على اللون الأحمر ده، الدايرة الحمراء دي، وطلعت هنا بصيت على نفس الدايرة الحمراء دي، هعرف إن القاهرة دي هي العاصمة. يبقى هي عرفتني المكان ده اسمه إيه؟ اسمه العاصمة. طيب لو بصيت مثلا على الخط ده مكتوب قدامه نهر النيل، يبقى انا لو مشيت على الخط الازرق اللي هو الخط ده كده هعرف ان ده نهر النيل. يبقى المفتاح ده بيفهمني الشكل ده بيقول ايه على الايه؟ على الخريطة. يبقى كده قلنا 6 عناصر من عناصر الخريطة وفهمناهم وفهمنا كل عنصر بيقول ايه. تعالوا بقى معانا نحفظ ايه اللي هيتحفظ او ايه اللي مطلوب منا نعرفه عن العناصر دي. اول عنصر بقى معايا هو عنوان الخريطة. انا عايزه اعرف انا هحفظ ايه من هنا. انا هلخص لك اللي انت هتحفظه علشان ما صعبش عليك الدنيا، فعلم معايا كده. الكلام اللي احنا هنعلم عليه بالقلم هو اللي احنا هنحفظه، واحنا كده كده اصلا فهمناه. يبقى عنوان الخريطة يشير الى المعلومات، بس كده. المعلومات اللي فين معروفة، المعلومات اللي على الخريطة بيعرفني الخريطة دي بتتكلم عن مين بالظبط. يبقى عنوان الخريطة يشير إلى المعلومات. عنوان الخريطة يشير إلى المعلومات. تعالوا بقى العنصر اللي بعد كده وهو وردة البوصلة. فاكرين الاتجاهات الأصلية والفرعية؟ يبقى لو قالك كلمني عن وردة البوصلة هتقول ايه؟ توضح الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية، بس كده. يبقى توضح الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. كمان هنقول الحتة دي لأنها مهمة، بتساعدنا في تحديد الموقع، تساعدنا في تحديد الموقع. يعني أنا من غيرها مش هعرف المكان ده موقعه فين، شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. يبقى بتساعدنا في تحديد الموقع. يبقى لو قالك وردة البوصلة بتوضح ايه؟ نقط ونقط، هتقول بتوضح الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. طب لو قالك ايه أهمية وردة البوصلة؟ مهمة ليه الوردة دي؟ لأنها بتساعدنا في تحديد المواقع أو الأماكن. بعد كده بقى مقياس الرسم. مقياس الرسم. عايزة بقى أعرف مقياس الرسم، أقول هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. ده بقى يتحفظ كله. النسبة اللي هنحسبها ما بين المسافة على الخريطة اللي قدامي وما بين المسافة على الأرض بقى في الحقيقة. يبقى هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. العنصر اللي بعد كده هو مفتاح الخريطة اللي هو المستطيل اللي فيه الألوان والخطوط والرسوم. طيب بيوضح ايه بقى؟ بيوضح مدلول ومعنى الألوان والرموز، أو بيوضح الألوان والرموز. يوضح الألوان والرموز يعني بيعرفني الألوان دي معناها ايه والرموز دي معناها ايه. زي ايه بقى؟ زي الخط وزي الدايرة وزي اللون الأزرق والأحمر وهكذا. ملكش دعوة بالكلام ده، مش هتحتاجه دلوقتي. أهم حاجة تفهم إن مفتاح الخريطة هو الشكل ده اللي هو المستطيل اللي قدامكم على الخريطة. طيب ما أهميته ايه؟ بيوضح الألوان والرموز. يبقى مين هو اللي بيوضح الألوان والرموز؟ مفتاح الخريطة. طب مفتاح الخريطة بيوضح ايه؟ الألوان والرموز.
العنصر اللي بعد كده وهو شبكة الإحداثيات. وأول ما اسمع الاسم ده ما استغربش إن احنا ما قلناهوش من شوية، لأن احنا قلناه بس باسم تاني. اتكلمنا عن خطوط الطول ودوائر العرض، مش كده؟ وقلنا إن دي خطوط وأفقية وخطوط رأسية، صح؟ طبعا. يبقى كده خطوط الطول ودوائر العرض ليها اسم تاني، شبكة الإحداثيات. يبقى لما يقولك شبكة الإحداثيات تطلق على مين؟ يعني الاسم ده على مين؟ على خطوط الطول ودوائر العرض. طب هي شبكة الإحداثيات اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض دي مهمة؟ طبعا مهمة، لأن هي بتساعد في تحديد المواقع. زي مين؟ زي وردة البوصلة، بتساعد في تحديد المواقع، يعني بتحدد لي الأماكن بالظبط. نيجي بقى بعد كده نيجي لخطوط الطول ودوائر العرض بشكل منفصل بقى. عايزين نقول خطوط الطول دي مالها؟ هنقول تتخذ شكلا رأسيا. انا لسه قايله دي واقفه مش نايمه، يبقى اسمها رأسيه. اسمها رأسيه. شرق خط جرينتش وغربه. يعني ايه بقى؟ يعني لو بصينا على الشكل اللي قدامك ده شكل الارض كلها، الكرة الارضية كلها. الكرة الارضية دي العلماء بيقسموها لنا لنصين، نص في الشرق ونص في الغرب. طب ايه الخطوط بقى اللي بتحدد لي الشرق من الغرب؟ اللي هي الخطوط الواقفة دي، اللي هي خطوط الطول. في نصهم او الخط اللي في النص اسمه خط جرينتش. خط جرينتش هو اللي بيقسم الارض لشرق اللي هو على ايدي اليمين اتفقنا، وغرب اللي هو على ايدي الشمال. تاني، خطوط الطول دي الخطوط اللي واقفة ولا نايمة؟ الخطوط اللي واقفة، اللي هي اسمها اسمها رأسية. يبقى هي خطوط رأسية يعني واقفة. اهمها اللي في النص ده خط مين؟ خط اسمه خط جرينتش، وده اللي بيقسم الارض لشرق وغرب. ممتازين. نيجي بقى لدوائر العرض، وهو الدوائر او الاشكال الافقية اللي هي نايمة، واللي هي بتقسم الارض الى شمال وجنوب، واهم دايرة في وسطهم اللي هي دائرة الاستواء. نفس الكلام لو بصينا على الكرة الارضية هنا هنلاقي ان في خطوط نايمة اللي هي بنسميها افقية، اللي هي بنسميها دوائر العرض. طبعا اكيد بيبقى في خط في النص كده هو اللي بيقسم الارض نصين، بيقسم الارض نصين. الخط هنا بقى في الخطوط اللي هي الافقية بنسميه دايرة الاستواء. هنا كنا بنسميه خط جرينتش لان دي الخطوط الطول. اما في دوائر العرض فالخط النايم الافقي ده بنسميه دائرة الاستواء لان دي دوائر عرض. طيب هو الدايرة دي او الخط ده بيقسم الكرة الارضية؟ طب بيقسمها فوق وتحت، يبقى شمال وجنوب، مش شرق وغرب. يبقى دايرة الاستواء بتقسم الكرة الارضية لجزء شمالي وجزء جنوبي. كده دوائر العرض دي دوائر افقية تقسم الكرة الارضية لجزء شمالي وجزء جنوبي، واهمها في النص هنا دايرة الاستواء. بكده نكون عرفنا ايه اللي هنحفظه في العناصر بالظبط، وحددناه ولخصناه وكمان فهمناه. ويا رب تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة. هنكمل طبعا الجزء التاني في فيديو تاني علشان ما نطولش عليكم ويبقى الموضوع سهل، وانتظرين ان شاء الله في الجزء التاني من درسنا. ويا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.